السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ أكلة اليوم النهاردة هنحشي مع بعض أحلى حمام بالفريك كده وهيعجبك إن شاء الله. يلا اشتركي في القناة لو انتي مش مشتركة وفعلي الجرس عشان يصلك كل جديد. يلا كده نبدأ ونقول بسم الله. احنا هنا بعد ما غسلنا الحمام وحطيناه في مية وملح وخل عشان ريحة الزفارة، هنصفيه كده ويطلع في الصينية بتاعتنا ونبدأ خلطة الفريك بتاعتنا. احنا هنجيب عندنا كيلو فريك حسب ما انت عايزة. انا هنا جبت كيلو فريك بحيث ان انت هتاخدي جزء تحشي بيه الحمام وجزء تعمليه بالشوربة تاكليه كده كوجبة جنب الحمام. اول حاجة عملناها قطعنا البصل زي ما انت شايفة ونزلنا عليه بالملح والفلفل الاسود، اهم حاجة الفلفل الاسود والكزبرة الناشفة عشان يدي ريحة جميلة كده. الفلفل الاسود بيدي الفريك طعم جميل. هتفضلي تقلبي كده لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل، واثناء ما هي بتدبل كده هنغسل الفريك ونكون نقيناه ونحطه في المصفى يتصفى. هتكون معانا البصلة دبلت شوية كده، هتنزلي بالفريك. احنا عندنا الكيلو كامل اهو، بس هنقلبه ونشوحه كله مع بعض، وبعدين هناخد جزء منه نعينه كده على جنب بحيث ان احنا نسيبه يبرد شوية وبعدين نحشي بيه الحمام بتاعنا. بعد ما قلبنا كده واخد تشويحة كده وكل ريحة كده ريحة الفريك مع الفلفل الاسود والبصل ريحة تجنن الصراحة، هتاخدي الجزء على جنب والجزء التاني تنزلي عليه بالمية المغلية كده من الكتل، وهتبهري كده وهتنزلي مع ايه وتدوقي تشوفي الملح بتاعه مظبوط او لا. وبعدين ادي هو استوى عندنا كده وفنش كده وادانا الكمية الكبيرة الحمد لله هتكفي الأسرة كلها. وبعدين ندخل على الحمامة كده، احنا حشينا كل الحمامة عندنا، والحمامة دي حبيت اوريك ازاي بتشدي الجلد كده من الصدر وتدخلي صباعك كده بالراحة تفرغي كده ما بين الجلد والصدر عشان نحشي كده والحمامة تديكي حجم اكبر. وهنا هنحشي الفريك من الناحية دي كده وتحطي ما بين الجلد وما بين الصدر عشان الحمامة تديكي ايه الحجم الكبير زي ما بناكله في المطاعم كده. وبعدين عندنا الكبد والقوانص بتاعة الحمامة، كل حمامة ليها كبدة وقنصة بتاعتها، هنحطها كده نقفل على الفريك بحيث انه ما يطلعش في الشوربة ويطلع منك كده ويفك معاكي. فهنحطها كده ونقفل جامد كده، وهنجيب رجل الفرخة نكسرها بايدينا كده، العظم بتاعها بيبقى قصدي الحمامة العظم بتاعها بيبقى طري بيتكسر بسرعة. فعندنا الفتحة هنا كده هتدخلي الناحية دي والناحية التانية هتجيبيها برضو كده وتكسريها وتدخليهم كده الاتنين مع بعض بحيث ان هما يبقوا عاملين زي الاكس مع بعض كده اهو، ما يطلعوش في الشوربة ولا حاجة. وبعد كده الجناح كده هنجيب مش الحبل، البكرة، وهتجيب الفتلة كده وتربطي الجناح بحيث انه ما يفنش بعيد عن الحمامية ويبقى كلها ماسكة في بعض زي ما بنشتريها من المطعم. وهنا الشوربة بتاعتنا المية هتحطيها على البوتاجاز وتبهريها ملح وفلفل اسود وكزبرة، نفس التوابل اللي حطيتيها في الفريك بحيث ان هي لازم تاخد الفريك نفس الطعم. واول ما تغلي هننزل كده بالحمام اللي احنا مكتفينه مع بعض، هينزل عشان ما يفكش مننا ويديكي نفس شكل الحمامة اللي احنا بنشتريها في المطعم ان شاء الله، وطعمها لذيذ. مش عايزة اقولك ان الشوربة دي بتطلع دسمة وطعمها جميل، ممكن تشربيها كده يعني من غير اي حاجة. هنا هم الحمام بتاعنا بعد ما طلع واتسلق ومربطينه، بعد ما تطلعيه من الزيت عشان ما يفكش هتفك الرباط بتاعه. ومعانا هنا الفريك بعد ما استوى والشوربة استوت، خدنا كبشة كده من الشوربة وحطينا على الفريك بتاعنا المستوي اللي احنا عملناه في الاول وعليه عصرة ليمونة، مش هقولك طعمه خرافة، وهتستعمليها كأنها شوربة كده مع الحمام. وادي معانا الحمام، وان شاء الله لما تكسريه كده وتطلعيه هتلاقي الفريك كله مفلفل مع بعض من جوه وبألف هنا وشفا. ومعانا احلى حمام بالفريك وان شاء الله يعجبك. يلا كده ادعميني باشتراك واديني لايك كده عشان كل الفيديوهات بتاعتي تنزلك. يلا واشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة.